السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في مصر المحروسة زمان. طبعا غيرنا اسم القناة من مصر زمان لمصر المحروسة زمان عشان ما بتظهرش في بحث اليوتيوب. ياريت حبايبي يعملوا بحث على الاسم الجديد مصر المحروسة زمان، ويكتبوا لي في الكومنتات إذا كانت القناة ظهرت في البحث ولا لأ. وفيديو اليوم عن رحلات الصيد الملكية للملك فاروق، وهنشوف شوية صور نادرة للملك وهو بيصطاد. الملك فاروق كان غاوي ومحب للصيد، يعني هوايته المفضلة الصيد بكل أنواعه. يحب يصيد البط والحمام والسمان والغزلان، حتى الحيوانات كان بيحب يصيدها. الملك ما كانش بيروح رحلات الصيد دي لوحده، كان بياخد معاه أسرته ومجموعة من أصحابه والحاشية الملكية المقربين ليه. وفي رحلة من الرحلات دي كان سفير الهند في زيارة لمصر للملك فاروق، فالملك أخده معاه الرحلة. بس طبعا يا عيني سفير الهند مصادش غير بطة واحدة، والملك صاد 344 بطة. التاريخ سجل وقال إن الملك صاد البط ده كله. رحلات الصيد دي ما كانش الملك بيحضر كده وخلاص، دي كانت بتتعمل بنظام معين. كان في واحد تشريفاتي مكلف بتنظيم حفلات الصيد، وبيصدر أمر بإقامة حفلة صيد. وكان التشريفاتي ده بيبعت دعوة للناس اللي جال عليهم الملك فاروق بإنهم هيروحوا معاه حفلة الصيد. وبرضه كان في كارنيه بيتعمل بأسماء المدعوين ومواعيد الإفطار والغدا والعشاء، وكمان المكان اللي هيقعدوا فيه، والميعاد اللي هيفتتح فيه الملك حفلة الصيد بأول طلقة من بندقيته. الناس دي طبعا أول ما كانوا بيحضروا بيشوفوا أساميهم متسجلة في كشف المدعوين، وبياخدوهم المخيم المخصص أو الاستراحة بتاعتهم. بعدين الملك بيروح بسيارته الخاصة وبصفة غير رسمية. كانوا بيحضروا بلبس رياضي، وبيكون في استقبال الملك الناس المدعوين ومدير الإقليم، وكمان حكم دار البوليس ومأمور المركز. وبيحضر الملك معاهم عند المخيم، وبيفطروا كلهم مع بعض، ويستنوا لحد الملك ما يديهم الإذن للصيد مع إطلاق الطلقة الأولى. وبرضه لما بيجي ميعاد الغدا بيقعدوا يتغدوا مع الملك. الملك فاروق كان دايما بيحب يدعي أصحاب السلك السياسي الأجنبي لحفلة خاصة في موسم الصيد، وكمان الأمراء والرؤساء والشخصيات الكبيرة كان بيعزمهم في التليفون. لما بيحضروا أكيد بيكون عليهم حراسة شديدة وتأمين للطريق وللمكان اللي هيقعدوا فيه. وخلصت حكايتنا عن رحلات الصيد الملكية للملك فاروق.